جماعه ايام موسيماني رجعت تاني، ولا احنا بيتهيأ لنا، ولا في ايه بالظبط؟ يعني النادي الاهلي في ايه غلط؟ يعني ليه ما عندناش مستوى ثابت؟ النهارده في ماتش الاهلي وسموحه، لك ان تتخيل ان 15 ضربه ركنيه كلهم زي بعض. 15 ضربه ركنيه كلهم في ايد الهاني سليمان، لا اما لمدافعين سموحه. مفيش تكتيك، مفيش المدرب اللي واقف على الخط ده، يعني ما خدتش بالك؟ احنا كمتفرجين على التلفزيون مش في الملعب شايفين ان 15 ضربه ركنيه كلهم زي بعض. مفيش مره تقول لهم غيروا. المره الوحيده اللي جه غير علي معلول اداها للمدافع على ال 18، جه يلعبها لامام عاشور على ال 18 راح مديها للمدافع، كانت هتترد بهجمه مرتده علينا. طب هي ايام موسيماني بترجع تاني؟ عملنا موسم مع موسيماني ما حصلش، بعد كده المستوى نزل، مستوى فضل ينزل نتعادل، نكسب ماتش، نخسر ماتش، نتعادل ماتشين، نخسر ماتش. ما هي دي كده ايام موسيماني. انا حاسس ان احنا رجعنا تاني لايام موسيماني والله العظيم. يعني انا مش عارف هو كولر ليه مصر على ان هو يعني يجيب لنا غلطه؟ ليه مصر ان هو يجيب لجمهور الاهلي غلطه؟ صلاح محسن مين يا عم؟ صلاح محسن لعب 90 دقيقه ما لمس فيهم كوره، ما لمس كوره حرفيا، ما لمس كوره، ما شفتوش في الملعب. حسين الشحات ما شفتوش في الملعب. انا مش شايف حد في الملعب الا امام عاشور. امام عاشور بس هو اللي بيلعب في النادي الاهلي، غير كده كله اردم على الباقي كله. مفيش رفعه من اكرم توفيق، مفيش اوفر كويس واحد، مفيش علي معلول اوفر واحد، مفيش. طب اللي هو في ايه يا جدعان؟ النادي الاهلي ليه كده؟ ليه مفيش مستوى ثابت؟ احنا تعبنا يعني. احنا رايحين كاس عالم للانديه، هنلعب بالاسلوب دوت وبالطريقه ديت في كاس العالم للانديه؟ بقالنا 10 سنين بنقول الاهلي عايز فيرود. يوم ما جبنا فيرود وكويس الدنيا كلها هجمته. وليد ازارو خد هداف الدوري، مشوه. يعني اول ما خد هداف الدوري مشي. جبنا اليو بادجي، موسيماني قال لك لا يمشي. الراجل مكسر الدنيا دلوقتي في فرنسا. طب انتوا جبتوا موديست، يعني جبنا موديست دوت بيتصاب وبيقعد دكه اكتر ما لعب. طب ال 2 مليون ونص دولار دولت اللي هو خدهم هيعمل بيهم ايه؟ عمل بيهم ايه؟ صلاح محسن 42 مليون جنيه اللي جبناه بيهم دول ما عملش ب 42 جنيه في حياته، يعني ما لعبش ب 42 جنيه مع الاهلي. والله احنا كجمهور اهلي تعبنا. انا ضيعت 90 دقيقه من وقتي وقعدت اتفرجت على عك كروي. يعني انا لو رحت اتفرجت على ماتش خماسي كان احسن لي والله. لو رحت حجز كده خماسي اتفرجت على الناس اللي بتلعب في الملعب كان احسن لي والله. الحقيقه ان الاهلي داخل في نفق مظلم، وداخلين على كاس العالم للانديه، وما اظنش يعني ان احنا بالمستوى ده نغلب الاتحاد ده. اذا الاتحاد عدى من اوكلاند، يعني احنا عندنا دلوقتي ان الاتحاد اهون من اوكلاند. احنا لو قابلنا اوكلاند سيتي هتاكلنا، انما الاتحاد هيبلعنا. يعني ده او ده هنموت لو بالاسلوب ده وبالطريقه ديت. احنا تعبنا بصراحه. يا ريت يعني يبقى في تدخل من كابتن محمود الخطيب، لا اما نبطل بقى ان احنا نشجع النادي الاهلي. سلام عليكم.